سلامتك. عالظابط عامل ايه؟ عامل ايه؟ مبارك. تمام والله. انا سلمت على اخواتي كلهم واحمد ما شفتاش، فينه؟ هو جه. السلام عليكم، ازيك يا اخوي؟ الحمد لله على السلامة يا حسام. عامل ايه؟ ازيك يا اخوي؟ مرحبا احمد. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. يما كنت مختفي ده كله فين يا اخوي؟ اديني في الدنيا والله يا اخوي. والدنيا عامله ايه معاك يا اخوي؟ ماشي والحمد لله. بقول لك يا اخوي عايز فلوس. عايز فلوس عشان تشرب الهباب اللي بتشربه؟ طب ايه ده؟ هنحكي في نفس الموضوع كل يوم، فيه ايه مالك؟ بس اللي عايز تاخد. ايه هو انت بتشحتني؟ هو دي فلوسك واحدة؟ دي فلوسي وفلوس ابوي. وانت بتبص لك ده ليه؟ عيب عليك، ده اخوك الكبير لازم تحترمه. مفيش احترام ولا كبير ولا صغير. لا كبير ولا صغير. مش عايز اشوف وشك، يلا روح. ايه في ايه؟ ما فيش زفت. يا انت مالك؟ ولا سلام ولا كلام؟ يا عم نقدنا بسكاتك ولعني النسجار. ليه بس في ايه؟ والله اتخانقت انا واخوي قدام اخواتي، طردني من البيت. طردك من البيت من طريق ونص؟ ايوه كده هو بسبب الورث والله. اكله وريح. انت بتقول ايه؟ بقول لك اكله وريح. اقتل اخوي؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يا عم روح. زي ما قلت لك. بقول لكم من بكره كل واحد ياخذ ورثه الا احمد، مش هياخذ حاجه. هيك كده يا اخوي. هو كده. مش حرام عليك كده يا اخوي؟ مش حرام اللي هو بيشربه؟ ولا انت بتحلل وتحرر براحتك على الظابط؟ ده حقه ولازم ياخده. حقه بس يا راجل. بس احنا مش موافقين على الكلام ده يا اخوي. هو انت تعلمون الصح من الغلط؟ انا كلامي خلص، واحمد مش هياخذ حاجه. تعال نشوفوه ده يتجنن ولا ايه؟ طب يلا. يا مصطفى احنا بنندم عليك يا اخي. عايز ايه الكروهيه دي لاخوك؟ انت عايز ايه؟ انا بعمل كده لمصلحته. مصلحته ان انت تحرمه من ورث ابوه. انتوا مش فاهمين حاجه. الله يسامحك يا ابوي. ما لا ابوك بالموضوع ده. انت في حاجه مخبيها؟ مفيش حاجه. لا في، ولازم نعرف دلوقتي. في ايه؟ سيبني حظابط، انت مش فاهم اي حاجه. تعال انا عاوز نعرف منك كل حاجه، تعال. عايزين نعرف احنا. عايزين تعرفوا؟ ايوه عايزين نعرف كل حاجه. سامحني يا ابوي. مصطفى يا ولدي، نعم يا ابوي. عقد التنازل ده. الناس ليه ده؟ التنازل على الارض وعلى المحجر وكل امتلاكات يا ولد. ليك ده يا ابوي؟ علشان مش هلاقي حد يحافظ على الارض والمحجر غيرك انت يا ولدي. انت الوحيد اللي تقسم الورث على خواتك بحق ربنا يا ولدي. وليه ما تعملش كده يا ابوي بنفسك انت؟ عشان اخوك احمد يا ولدي، وصيتي ليك ما تقسمش الورث غير لما ربنا يهدى اخوك احمد. حاضر يا ابوي، ربنا يخليها ليك ان شاء الله. امين يا ولدي، ان شاء الله ربنا يهديك ويهدي خواتك. ان شاء الله يا ابوي. عرفت انا عملت لك ده؟ عرفت يا الظابط؟ عرفت يا مؤمن؟ عرفت يا مروان؟ وربنا يعلم انا كنت بحبه قد ايه. حتى الورث كنت نكتب له حقه من غير ما يعرف. سامحنا يا اخوي. سامحنا يا اخوي. لا عاد يا اخوات، ربنا يخليك. مالك؟ والله سمعت اخوي هيقسم الارض والورث وكل حاجه على اخواتي وانا مش هدينا حاجه. ما قلت لك اكله. شكله هو ده اللي هيحصل. هو ده الصح.
ماشي خلاص ماشي جايلك انا. ومن أخ دربي لأخوه عشان شهرة ونفوسه ومال، ومن لي عامل صحبه وبيستدنيك على أوقات. مصطفى اخوي مالك يا اخوي؟ مصطفى مالك يا اخوي؟ مصطفى اخوي قوم يا اخوي، مين قتلك اخوي؟ مالك يا اخوي؟ مش عيب عليك ما انتش في عز اخوك؟ كنت مختفي فين ده كله؟ بلا عيب بلا مش عيب، سيبني في حالي بالله عليك. ايه اللي عيب ومش عيب؟ المهم يا اخوي انا عاوز اقول لك على حاجه. طب قول. اخوك قبل ما يموت كتب لي الورث وكل حاجه لي انا. كتب لك كل حاجه ازاي يعني؟ ازاي ده حصل؟ ولا حصل بلا ما حصلش، والبيت الكبير انا هسيبها ليكم انت واخواتك تعيشوا فيه، وده عشان انتم من دمي، مش هبقى قاسي زيكم، وببلغ اخواتك بالكلام ده ولد ابوي. السلام عليكم. حضرة الضابط ده ايه الكلام اللي قلته في التليفون؟ انت مش عارف احمد يورث كل حاجه ازاي كده؟ ازاي ياخذ كل حاجة كده ويورث كل حاجة وهم متخانقين مع بعض؟ اكيد في حاجه والله. اسكو اقول لكم على حاجة. حاجه ايه دي؟ مصطفى قبل ما يموت احمد سألنا عليه. قصدك يعني هو اللي قتله؟ انا هرن عليه دلوقتي ونشوفه. سامحني يا اخوي، سامحني يا اخوي. يا احمد ايه ده؟ مصطفى انا مسامحك يا احمد، بس اخواتك يا احمد هم السند، وعاك تسيبهم يا اخوي وادي لكل واحد حقه علشان خاطر ابوك يا احمد. سلام اخوي. اخوي ما تسيبنيش اخوي، انا لازم ادي كل واحد من اخواتي حقه. الو الو، ايه يا احمد فينك؟ من الصبح هرن عليك. ايوه اخوي انا موجود. انت فين دلوقتي؟ طب ماشي انا جاي لكم اهو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني جيت بسرعة مش عوايدك يعني. عاوزك انت واخواتك في حاجه مهمه يا اخوي. ايه هي؟ انا هقسم الورث يا اخوي عليكم انتوا الكل، وهدي كل واحد حقه، مش هظلم حد فيكم. ضميرك صحي مره واحده كده؟ قصدك ايه بالكلام اللي بتقوله ده؟ امال مين قتل مصطفى؟ مصطفى؟ وانا اعرف منين مين اللي قتله؟ غريبة يا اخوي، واحد بيكره واحد يكتب له كل حاجة. فعلا غريبه والله. قصدك انت كمان بالكلام اللي بتقوله ده؟ انت اللي قتلت مصطفى. ما قتلتوش. افهموا ما قتلتوش. تعال قول لي انت اللي قتلت ليه؟ ايوه انا اللي قتلته. بعد الظلم والذل اللي انا شفته منه كنت عاوزني اعمل ايه يعني؟ اسيبه؟ انا عشت معاه في ذل وفي اهانه، كنت بشحت منه الفلوس، كان اللي بيشحتني من جيبه. وعشان عايشك في ذل تقتله؟ كنت عاوزني اعمل ايه؟ انت اول واحد ظلمني، وده ظلمني، وانت ظلمتني، كلكم ظلمتوني، انتوا كلكم جيتوا علي. كنت عاوزني اعمل ايه يعني؟ هو كان اكتر واحد بيحبك، وهو ما عملش الحاجة دي بمزاجي. امال بمزاج مين يعني؟ ده بمزاج ابوك، هو اللي كتب لك كل حاجه، وقال له ما تديش اخواتك الورث، ولا احمد مخصوص ما تديش الورث غير لما يتعادل حاله وربنا يهديه ويبعد عن الطريق اللي ماشي فيها. حتى في الورث كان هيقسم الورث وشايل لك حقك.
واحنا مسامحين في حقني. ما هو اخويا زي ما هو اخوك، لازم يتحكم على اللي عمله. انا بمثل القانون هنا. سيبه يا مروان يعمل اللي هو عاوزه، انا ما استاهلش اعيش في الدنيا دي تاني. سامحني يا اخوي، سامحني يا اخوي.